بيه نقطتين الأول وبعد كده نرجع للنصايح. الحديث المشهور جدا اللي فيه يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، صح؟ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كلنا عارفين الحديث ده مشهور قوي وبيتقال دايما في فضل القرآن والكلام دوت. اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الحديث ده حديث خلي بالكم موجه لاثنين. موجه الأولاني للي حافظ وناسي وقاعد يعزي نفسه، أنا حافظ وأنا كنت حافظ وأنا كنت حافظ بس أنا ما براجعش فأنا ناسي كتير. فلما بيسمع الحديث ده بيتخيل المسكين إن هو مع الناس اللي حافظة في الحديث ده. لا، أنت بتتكلم دلوقتي اقرأ وارتقي ورتل. أنت مش هتبقى ماسك مصحف ولا معاك حاجة تبص فيها ولا هتعطى فرصة للمراجعة ولا هتبص في حاجة ولا هيبقى فيه ريكورد شغال جنبك وانت بتقول معاه وخلاص. لا 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 لا، مع نفسك اقرأ، واللي هتقراه خلاص واللي هتقف. فيا حسرة من حفظ ونسي، ويا حسرة من لا يهتم بالمراجعة أصلا وقاعد يمني نفسه يقول أنا حافظ 10 أجزاء حافظ 20 جزء. طب ايه بقى تقول؟ قول الأعراف، لا عايز أراجع. قول الأنعام، لا دي عايزة أسبوع مراجعة. طب يلا قول لي النساء، لا النساء، لا انسى النساء دي عايزة حفظ من أول وجديد. طب أنت بتعمل إيه هنا؟ أنت بتعمل إيه؟ أنت متخيل إن أنت هتبقى في الموقف ده هتقرأ عادي كده وتطلع عادي؟ هيبقى ربنا هيسويك باللي بيراجع كل يوم ويجيب بالجزئين والثلاثة والأربعة وبيموت نفسه مراجعة. هيسويه بواحد حفظ القرآن زمان وحفظ يعني مشي حالك وبعد كده ما بيراجعش خالص. لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى عدل سبحانه وتعالى. فتخيل انت مثلا كنت حافظ بقرة آل عمران والنساء والأنعام والأعراف والكلام ده، بس انت اللي فاكره البقرة مثلا، وبعد كده الباقي كله بيقع بقى. فيلا اقرأ منزلتك عند آخر آية تقرأها. قريت خلاص وقفت، جيت بقى في آل عمران الدنيا ايه وقفت معاك خلاص. حلو، حتى لو دخلت الجنة تقولي طب ما الجنة حلوة، أكيد حلوة، أي حد يخش الجنة حاجة حلوة، بس تخيل انت الفرق بينك وبين اللي حفظ معاك في نفس الحلقة وبعد كده كان بيراجع بقى وايه مراجعة فظيعة جدا وما بينساش حرف. لقيته بقى جاب ايه زي ما انتوا مثلا انتوا الاثنين وصلتوا مثلا مع الشيخ للأنفال مثلا، انت وقفت بقى بقرة آل عمران مش قادر اكمل، هو بقى جاب النساء والأنعام المائدة والأنعام والأعراف ويونس، يعني ايه الدنيا ماشية معاه والأنفال والتوبة وكمل ما شاء الله. تخيل انت بقى حسرتك وانت شايف واحد بيعديك يا ريت بمنزلة ولا بمنزلتين ولا بثلاثة، لا ده ممكن يعديك ب1000 منزلة. 1000 منزلة. هو القرآن كم آية يا جماعة؟ القرآن 6236 آية، يعني منزلتك عند آخر آية يبقى الآية بمنزلة. تخيل انت واحد بيعديك ب1000 منزلة 1000 منزلة، مع اني انا كنت حافظ بس انا نسيت وهو ما نساش. فانا قريت 200 آية هو قرأ 1200 آية. انت متخيل حسرتك عاملة ازاي؟ متخيل ألمك هيبقى عامل ازاي؟ لما نخش الجنة خلاص ربنا هيشيل منا الألم والحزن، لكن قبل ما تخش هتبقى متحسر. والحسرة اللي هتحصل يوم القيامة هتحصل للمؤمنين اللي هيخشوا الجنة، بس قبل ما يخشوها هيتحسروا أنهم لم يزدادوا، هيتحسروا على منازل كان ممكن يوصلوا لها ما وصلوهاش. بعد كده اكيد بعد ما الناس تخش الجنه مفيش في الجنه الم ولا ندم ولا حسره، ربنا هيزيل ويراضي كل واحد بمنزلته وخلاص. بس كان في احسن بس انت وقفت كده. فدي رساله مؤلمه، سامحوني، رساله مؤلمه موجعه للي بيحفظ وخلاص ومش بيراجع. رساله اتنين، واحد بيحفظ هو دلوقتي بيحفظ بس بيراجعش خالص، والرساله الثانيه للي حفظ زمان وقف على حفظه في حته معينه. مش مشكله انك توقف حفظ على فكره، بس عندك كارثه انك توقف مراجعه تاني. مش مشكله انك توقف حفظ، انا ممكن اصلا حفظت في حياتي 10 اجزاء وخلاص انا مرضي كده ماشي، بس تنساهم
يعني لو انت ما حفظتش جديد اهون عندي من انت تكون حفظت ونسيت. لان حفظت ونسيت، طب انا حفظته خلاص، ليه انساه؟ ليه؟